الصحة والجمال، لون جديد للحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم هنتكلم فيها عن التعليم في مصر ومنظومته، وإيه هي الاقتراحات اللي ممكن تفيد في تطوير منظومة التعليم في مصر، بحيث إن احنا ننمو بالمواطن المصري عندما يكون تلميذا حتى يصبح شابا نافعا لوطنه والمجتمع. فطبعا أنا شايفة، واكيد ناس كتير شايفين، الانسان ده اغلى ثروه في الوجود، هو اغلى من اغلى الثروات، اغلى من الذهب، اغلى من البترول، اغلى من اي حاجه. يعني حتى زياده السكان احيانا بيكون ليها، رغم ان ليها عيوب، الا ان ليها مميزات كتيره جدا. لو احنا استطعنا كدوله وكاداره دوله ان احنا نستفيد من هذا العنصر البشري القوي. ومن اهم الاشياء اللي بتفيد وفي تطوير الانسان ليصبح ثروه هي التعليم. التعليم في مصر بالرغم من انه بيشوبه عيوب كتيره، والبعض وكثير انتقدوه، الا انه في الامكان تطويره وبسهوله لو اهتممنا ببعض النقاط. وعن نفسي انا شايفه ان من اهم طرق تطويره اكتشاف مواهب التلميذ في صغره. يعني انا لازم كأم او كأب او وكمدرسه أن نكتشف موهبة كل تلميذ في ومكانه، إيه هي قدراته، إيه هي مواهبه، إيه هي نقاط نبوغه، علشان نقدر نحطه بسرعة على الطريق. ومن خلال، وده يكون من خلال العلوم المختلفة التي يدرسها في المدرسة، وأن تكون العلوم متنوعة وتشمل جميع العلوم كلها. يعني ما يكونش فيه علم مش موجود ما ندرسوش في المدرسه، وبالذات في المراحل التعليم الاساسيه وخاصه الابتدائيه والاعداديه. ان التلميذ يدرس كل شيء، حتى علوم الفضاء، ويعني حتى لو علم المجتمع مش متطور فيه، مش يعني لم يقتحمه بعد، الا انه يجب ان يتم تعريف التلاميذ بوجود هذا العلم واعطائه بعض المعلومات. وكمان مش لازم ابدا ان احنا بعض العلوم نجد ان احنا بنتعمق فيها بشده، وده ما بيكونش مفيد قوي خاصه لبعض التلاميذ. يعني مثلا هفترض مثلا علم زي الكيمياء، بندرسه بتفاصيل كتيره جدا، وبندرس يعني جميع النقاط الخاصه بيه، وحتى بنحفظ رموزه. نقعد التلميذ يحفظ يد 2 كب ألف 4، وايه هو الحمض، وايه هو يعني اسم كل حمض، واسم كل قلوي، واسم كل شيء متعلق بالكيمياء. وبعد كده في النهايه ممكن يختار اساسا تخصص مختلف تماما، وتلاقيه اختار مثلا الادبي، القسم الادبي في الثانويه العامه، وتلاقيه راح درس اساسا مثلا دخل كليه، التحق بكليه اداب، مثلا قسم لغه عربيه، قسم فلسفه. ممكن بيضطر الانسان يدرس حاجات، وفي نفس الوقت بعد كده بيكمل وبيتخصص في مجالات أخرى بعيدة تماما. والأكبر بقى عندنا والشيء الخطير أكتر هو، أو نعتبره الخطيئة الكبرى بالنسبة لمنظومة التعليم والعمل في المجتمع، هي إن احنا ندرس شيء ونروح نشتغل شيء تاني آخر. وده تقريبا نقدر نقول 99% من خريجي الجامعات بيحصل معهم كده. احنا عايزين دايما نجعل التعليم هو أقصر الطرق لوضع الإنسان المصري في مساره الصحيح، بحيث يحقق أهداف ذاته وأهداف مجتمعه
بحيث ينمو المجتمع ويرتفع شأنه ويرتفع معه شأن الفرد. طب احنا نعمل ده ازاي؟ يعني من المقترحات اللي ممكن نعملها، زي ما مثلا من الاقتراح الاول اللي قلته، ان احنا التلميذ يدرس كل العلوم الدراسيه، كل العلوم الدراسيه في مراحل التعليم الابتدائي والاعدادي. فمثلا عندنا علوم الفضاء دي احنا علوم ما بيدرسهاش، ورغم كده في بعض المصريين اشتغلوا في وكالة ناسا. يعني ممكن في البعض يميل الى مثل تلك العلوم، وفي فعلا ناس بتميل لعلوم زي علوم مثلا الفضاء. فاحنا لازم ان احنا ناخد بالنا جدا ان احنا اولا نعرف الانسان المصري في صغره بكل العلوم، ونعرفه بحيث يعرف ما هذا العلم، ايه هي الياته، ايه هي طرق، يعني الطرق الخاصه به في بحثه، وعلى اساسه يحدد هو هذا العلم هو يستطيع التفوق فيه او لا يستطيع، هل هو نقطه نبوغه لديه او لا. ولازم المدرسين يساعدوه في ذلك. هل هو ميوله ادبيه وعلميه؟ هل هو يحب يكون شاعر، يحب يكون صحفي، يحب يكون كاتب، يحب يكون عالم، يحب يكون مهندس؟ كلها نقاط مختلفة في علوم ما فيش داعي أكون درستها إلا إذا خدت فكرة عنها عشان أقرر ما هو طريقي. وعشان برضو يحصل ده لازم نعطي فرصة إن المواطن المصري وهو طفل، أي مواطن وهو طفل لازم نديله، نعرف إن هو في أشياء يجب أن يكون هو ذاته. يعني مثلا يكون هو طبيب ذاته، هو اللي يقدر يقول أي، ويقدر يقول وجعي أين مكان الوجع لديه. يعني ممكن يحدد هو ممكن هيستريح إزاي، إيه اللي حصل له. لازم يدرك تماما بكل شيء حوله وفي واقعه وفي نفسه. يعرف برضه هو بيحب إيه وما بيحبش إيه من العلوم، علشان يعرف بالظبط هو ممكن هيكون إيه بكرة. هو مش مجرد طفل صغير النهارده احنا بنعامله كطفل صغير، لا، هو بكره هيكون حاجه تانية خالص. هو بكره هيشيل المجتمع كله، هو اللي هيديره. فبالتالي لازم منظومه التعليم تختلف في هذه النقاط. ايضا يجب ان نهتم بربط التعليم بسوق العمل، وربط سوق العمل باهداف المجتمع واهتمام. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي يجب ان نعملها ان احنا نهتم مثلا بالمشروعات المختلفة الصغير المتناهية الصغر، ونربطها بالمشروعات الكبرى. يعني مثلا وليكن مثلا صناعة السيارة، أجزائها كلها ممكن تتصنع في مصانع صغيرة وبعدين يتم تجميعها في مصنع كبير مثلا، ده على سبيل المثال. صناعة الغزل والنسيج، يعني مش لازم المنتج النهائي من الملابس بيصنع في مكان، لكن الغزل والنسيج نفسه في مكان آخر. هكذا بقى بالنسبة لهذا يجب أن تقوم الدولة بدور في ربط سوق العمل بمنظومة التعليم وتسهيل واختيار، جعل الإنسان يختار أقصر طرق لبلوغ أهدافه. عشان يختار أقصر الطرق لبلوغ أهدافه يبقى يجب أن نصلح منظومة التعليم. برضو في مصر منظومة التعليم في شكاوي كتير جدا من موضوع الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، وكتير جدا يقول له انت حافظ مش فاهم. دي بقت اشاره معينه مرتبطه بالتعليم في مصر، لانها مرتبطه بان التعليم المصري فيه تلقين. يعني في المراحل الابتدائي والاعدادي بيحفظوا كتير، وفي الثانوي كمان بيحفظوا كتير، وربما في الجامعه الفهم قليل جدا في بعض المواد، ولكن المعظم حفظ حفظ حفظ. مع ان ممكن تلخيص ده كتير جدا من ان انا اخد المعلومه ومش لازم اقعد احفظ الا الشيء الضروري الذي يجب حفظه. الكتب الخارجيه يعني فعلا ممكن بتمثل لاسر كتيره جدا كتير من المال، وفي نفس الوقت بياخدين كتب المدرسه ودافعين فلوسها برضو، وفي نفس الوقت ما مش غير مفيده، هم عايزينها تبقى مفيده. وان الكتب الخارجيه حتى لو جابوها فدي اضافه، لكن طبعا اللي بيحصل ان يعني الشيء اللي عليه علامه استفهام، ليه كتب المدرسه ما بتكونش يعني لطيفه كمذاكره؟ يعني اصبح الان من تطوير التعليم والتطور فيه ان يكون التعليم من خلال الكتاب
بممارسه بعض الالعاب او الرسومات، او في طرق يعني انك توصل لك المعلومه بطرق مختلفه. يعني الطفل الصغير خالص في الحضانه ده بيعرف المعاني من الصور، يعني هو على فطرته وبيقدر يعرف المعنى من الصور، وبيوصلوا المعنى كامل، مش مجرد مثلا دي بطه او دي قطه، لا هو ممكن يعرف ان البطه والقطه مثلا تشاجروا مع بعض من صوره، فهو وصل له حكايه. ففي طرق للتعليم اصبحت مختلفه غير الطرق التقليديه، ان الشخص يبقى ماسك كتاب وقاعد على مكتبه ولازم يقعد يذاكر المنهج دوت. هو لازم يقعد يذاكر المنهج طبعا، بس عشان ولازم يمتحن برضه ويجاوب صح عشان يجيب تقدير ويجيب مجموع، ولكن ده بيكون عن طريق بطرق مختلفه، اليات مختلفه للتعليم، مش لازم كلها عن طريق التلقين والحفظ او عن طريق الضرب او عن طريق الشده، لكن لازم نحبب اولادنا في ان هم من نفسهم يروحوا من المدرسه حابين الكتاب المدرسي وحابين يمسكوا ورقه وقلم ويكتبوا ويقدروا يحددوا ايه هي اكثر المواد اللي هم عندهم ميول ليها. اما بقى الدروس الخصوصيه بقى دي يعني فحدث ولا حرج طبعا، لان هي مشكلتها اكبر من المال. هي مشكلتها هي الجهد والوقت اللي بيضيعوا. يعني احنا كاننا ابنائنا في مدرستين، واحده صباحيه واحده مسائيه، والاسره كلها بقوا ستاند باي لتعليم ابنائهم. لازم بعد المدرسه مستنيينهم في البيت، وبعديها ياخدوهم رايحين على الدرس، وبعدين نرجع البيت ونتغدى، وبعدين نروح درس تاني، وهكذا اليوم بيعدي. طب امتى الاولاد يذاكروا امتى؟ لما اليوم الصبح مدرسه والظهر دروس خصوصيه. يعني لازم وقت للمذاكره، وده بيختلف كتير جدا، لاني لما اقعد انا اذاكر بنفسي فانا هستوعب اكتر وهفهم اكتر وهعتمد على ذاتي في اكتساب المعلومه وفي البحث عنها وفي تذكرها اثناء الامتحان. فالدرس الخصوصي يعني وكتير من الاسر بتشتكي بسبب الماديات طبعا، يعني لانها اصبحت غاليه جدا. الساعه بمبالغ كبيره بالنسبه للاسره، والاسره فيها كذا طفل وكلهم عايزين يتعلموا، كلهم لازم ياخدوا دروس. وفي بعض المدرسين لو التلميذ ما خدش الدرس يعني ممكن ما ينجحش، ودي يعني نوع من الضغط يعني الذي لا يجب ان يكون ابدا، لان من المفترض ان ممكن في تلميذ مش قادر ياخد درس او مش حابب ياخد درس، ربما هو حابب يذاكر بنفسه وهو مستوعب كده. فالاسلوب الضغط ده برضو اصبحت الدراسه عندنا مش ما فيهاش اي متعه، ان هي ممكن تكون ممتعه جدا. يعني اكتساب العلم والمعرفه ده شيء ممتع جدا، وهو ده المفروض انه يكون. ما ينفعش انسان في العصر اللي احنا فيه ده ما يتعلمش ما يفهمش. لازم نسهل عليه تلك الامور ونختار له الاليات الصحيحه علشان يتمتع بالمذاكره وتصبح حياه بالنسبه له. كمان التعليم المصري فيه حاجات غريبه جدا. من ضمن الحاجات اللي عن نفسي انا توقفتني اثناء مرحله دراستي ان ممكن يقولوا لك كفايه كده ما تتعلمش اكتر من كده، وبتتقال رسمي، بتبقى موجوده في لوائح مثلا الكليات او المدارس او كده. يعني مثلا كان قبل كده مثلا لما اللي واخد مثلا دبلومه قبل الكليه ياخد في بعض حاصل على دبلومات تجاره او ما شابه، ما يقدرش يدخل كليه، وبالتالي هو منع من حقه في استكمال مراحل تعليمه وانه يحصل على شهاده مؤهل عالي. اساسا المجتمع كله بينظر لها نظره شديده الاهميه وبيحط عليها 3-4 خطوط، تحتها 3-4 خطوط. بالتالي ما ينفعش انك تحرم انسان من التعليم. حرمان الشخص من التعليم ده شيء خطير للغايه. هنلاقي مثلا على سبيل المثال في كليات زي الاعلام مثلا، ده مثال يعني، ممكن في لوائحه لو انت مش جايب تقدير جيد في كليتك، يعني انت عملت دبلومه مثلا دبلومه صحافه او دبلومه اعلام ومش جايب تقدير، لكن وجاي من كليه ثانيه خالص، اداب تجاره اي كليه حقوق
وحبيت انت بتغير مسارك. انت اساسا دخلت كليه بناء على ان مجموع الثانويه العامه وديتك تجاره، اداب، حقوق، ايا كانت الكليه او المعهد، لكن انت اساسا حابب مثلا الصحافه، حابب التمثيل، حابب اي مهنه، وعايز تغير بقى مسارك وتعيد وتذاكر مره تانية. انت خدت خلاص الكليه اللي يرضي عنها الاهل واللي يرضي عنها المجتمع واللي وديها لك مكتب التنسيق، ولكن انت اساسا جواك حاجه تانية، فبتبتدي تتوجه، انت لسه اللي جواك بيألمك وانت عايزه، فبتروح له تاني مره تانية وبتحاول تتعلم مره تانية. فتيجي مثلا تدخل كليه مثلا على سبيل المثال زي ما قلت الاعلام، فتلاقي اللوائح لا تسمح لك باستكمال اكتر من الدبلومه، بتقول لك لا انت اخدت في كليتك مقبول. طب انا اخدت مقبول مثلا علشان ما كنتش حابب الكليه دي، حقوق، اداب، ما كنتش حاببها، وانا اساسا من محبي الاعلام والصحافه ومجالات الراي العام او ما شابه مثلا، مثال يعني. فيقول لك برضو لا ممنوع. طب ليه؟ طب انا حاصل على الدبلومه، لا برضو ممنوع. وهكذا في كليات كتيره جدا، مش بس في الاعلام. انت الحرمان من استكمال التعليم ده في حد ذاته شيء برضو عليه علامه استفهام، لا يجب ان يوضع نصا ابدا، لان ده اساسا يبقى مخالف للدستور، لان الدستور من حق الانسان ان يتعلم ولا يتوقف التعليم عند مرحله معينه، وسنظل نتعلم حتى نموت. فلا يجب، دي من النقاط برضو اللي انا بقترح على الاداره المصريه انها تعالجها وتمنع اي بنود في لوائح الكليات، في القوانين توقف عمليه تعليميه يعني. وممكن اتعلم الى ما لا نهايه، وبغض النظر انا هعمل ايه، يعني هشتغل ايه. هو يعني انت خايف شخص يشتغل مهنه مثلا في الدليفري، مثلا توصيل طلبات مثلا، شخص بيحب يعني جات له دي المهنه اللي هو قدر يشتغلها، لكن عايز يكمل تعليمه ما يكمل تعليمه، حتى لو هيشتغل بالماجستير كده هو، لكن المعلومات والثقافه اللي جواه هتبقى حاجه تانية، هتبقى حاجه تانية، ممكن بعد كده يغير اتجاهاته. فاحنا ندي الفرصه الى ما لا نهايه للتعليم والثقافه، دول ما لهمش حدود. والتعليم برضو يجب ان نربطه بالبحث العلمي، يعني البحث العلمي مهم جدا، وهو دلوقتي الصاروخ القادم الى في السنوات القريبه القادمه وليست البعيده. فهنلاقي مثلا ان شكاوي الناس الاسعار. طب الناس بتشتكي من الاسعار ليه؟ زمان كانوا بيزودوا الاسعار، وفي كتب مثلا كليات التجاره كان 10% فقط، 10% هي زياده، هي نسبه الربح لاي شركه. دلوقتي لا، الاسعار بتزيد ب 150%، ب 200%، على حسب. ممكن يقولوا ده عشان دي فكره براقه، فكره جديده، وده فعلا المتجه اللي عليه هو ده العالميه الحاليه، ان الفكره الجديده هي اللي هتحدد من الرابح. الرابح هو صاحب الفكره الجديده، ولن يكون هناك قوانين للتسعير غير انك انت تكون صاحب الفكر وصاحب التجديد والتحديث في حياتك. وعشان كده التعليم مهم جدا، لانه هو لازم نربطه بالبحث العلمي، ولازم نربطه بسوق العمل، ولازم نطور فيه، ولازم ما نكونش حافظ، لازم نكون فاهمين، ولازم ان منظومه التعليم كلها نكون يعني التلميذ ده يعني لازم يفهم كويس جدا كل العلوم، وبعدين هو اللي يقدر يختار، هو اللي يحدد طريقه، يساعد المدرس مساعد، الام مساعد، الاب مساعد، المجتمع مساعد، ولكن هو الاساس في انه يقول انا عايز اكمل في المجال ده او اكمل في المجال ده، لانه في الاخر هو هيكون انسان صاحب قرار، مش هيقدر حد يوقفه عن قراره، ومش لازم ابدا نكسره. فالتعليم هو البدايه لكل ده، لنجاح المجتمع ونجاح اساليب الصعود وتنمية المجتمع وارتقاء به إلى أقصى أعلى الدرجات. ومن هنا يرتقي برضو مستوى الإنسان المصري. الإنسان المصري ارتقاء مستوى معيشته هيجي برضو بداية من التعليم. أيضا من النقاط يعني برضو اللي مش لازم نجحف أهلها يعني حقهم، هي أن فعلا الأسرة المصرية بتهتم جدا بتعليم أبنائها، وايا كانت الظروف هي بتودي ابنائها المدرسه وبتهتم بالتعليم مهما كان، وده شيء كويس جدا. طب العيب في ايه بقى؟ احنا عايزين بقى الاداره هي اللي تصلح من منظومه التعليم وتفتح الابواب والمجالات للفكر الجديد، وتكتشف المواهب في الابناء، في التلاميذ، لان دول الثروه البشريه. الانسان هو احسن الثروات وافضلها على الاطلاق.
آم، ايضا احنا هنتكلم عن الثانويه العامه اللي هي مصدر قلق كل بيت مصري. الثانويه العامه يعني هي دايما بتتاخد بدرجات اخر سنه اللي هي ثالثه ثانوي، وقد يتعرض الانسان في السنه دي لظروف ما، فالظروف دي ممكن فعلا تعيقه عن انه يحصل على مجموع عالي بيمثل فعلا اماله واحلامه اللي هو بيحب يحققها من خلال التحاقه بكليه معينه. علشان كده يعني انا بقترح ان يكون الثانويه العامه هي متوسط درجات مثلا عده سنوات مختلفه، يعني حساب قيمه او مستوى التلميذ ليس من خلال سنه واحده، وليس من خلال سنتين ايضا، لان مصر جربت حكايه السنتين ثانيه وثالثه ثانوي، والناس تعبت وحسوا ان عندهم ثانويه عامه سنتين فتعبوا اكتر. لكن احنا ممكن نخليها مرتاحه جدا، نخليها متوسط درجاته، نشوف هذا التلميذ على مستوى تعليمه بشكل عام هو كان فين، وهو كان ناجح في ايه وايه، ونفرق، مش ناخد المجموع على اطلاقه كده كتله واحده، لا ده هو منقسم لمواد مختلفه، لازم نشوفه هو كان نابغ في ايه وايه اللي هو كان نازل فيه. قد يكون انسان ما بيحبش الدراسات الاجتماعيه، مش قادر يحفظ جغرافيا وتاريخ، لا، واخر متفوق جدا في التاريخ وبيعشق التاريخ، ولكن ثالث بيحب الكيمياء والاحياء والمواد العلميه، ورابع بيحب الرياضيات. فاحنا لازم اكيد درجات الشخص التلميذ ده بيختلف من ماده الى ماده، فكل ده لازم نشوف طريقه علميه لحساب درجات الثانويه العامه بناء على اساس علمي مدى تفوق التلميذ في المواد المختلفه التي درسها على مدار اعوامه الدراسيه المختلفه، اللي هي 6 سنوات ابتدائي، 3 سنوات اعدادي، 3 سنوات ثانوي، عشان نساعده ونرشده صح ونحطه في المكان الصح فيتعلم في الكليه الصح وليس بالمجموع. لازم نشوفه هو عايز ايه، اهم من المجموع، اهم من المجموع، لان ممكن اقول له التحق بالكليه اللي انت عايزها، لكن اذا لم تتفوق ايه فايده مثلا ابقى عايزه اكون طبيب ولكني لا استطيع دراسه الطب؟ اكيد انا هنسحب من تلقاء نفسي، او انا هدخل كليه هندسه عشان يبقى اسمي مهندس، ولكن انا ممكن ابني عماره تقع، او لا اجيد التصميم. ففعلا مواهب الشخص بتحدد، ليس يعني تحديد قيمه الانسان وموقعه في الحياه ليس فقط الدرجات التي تحصل عليها من جراء دراسته، من نتيجه لقراءته بعض الكتب ودراسته ليها في مراحل التعليم. عشان كده فعلا تحديد درجات الثانويه العامه والتحاق التلميذ بالجامعه يجب ان تكون مدروسه وليها اساس علمي اخر يجب ان نبحث فيه. ما هو هذا الاساس؟ ده اللي لازم يبحثوا فعلا مجموعه من العلماء والدارسين والباحثين، نشوفوا ازاي نحدد مكانه كل شخص وقدراته. برضو من النقط المهمة جدا اللي مش لازم المجتمع ينظر لأي مهنة بأنها سيئة، لازم نقول كل المهن كويسة وطيبة ومفيدة، ولازم عشان نشجع طالما هي مهنة يتحصل منها على أموال حلال وما فيش أي شيء غلط خطأ في تلك المهنة يعني. فإحنا مثلا على سبيل المثال عامل النظافة مثلا أو اللي بينظف الشارع، ده شخص لولا كان انتشرت الأمراض، كانت وزارة الصحة تعبت أكتر وكان الناس تعبوا أكتر نتيجة انتشار الأمراض. فعشان كده إحنا لازم نقدر كل الناس ونقدر أعمالهم، ما نقولش إن الكلية دي أحسن من الكلية دي، لا، كل المهن عايزينها كلها ولا نستطيع الاستغناء عن شيء منها، مستحيل ان احنا نستغنى عن اي مهنه وكلها ليها تقديرها، وبتبدا من التعليم. لهذا التعليم هو اهم منظومه لبناء الانسان المصري الحديث التي يجب تطويرها وتطويرها والاهتمام بها والنظر لها بطرق مختلفه،
وكمان انا مش بحب قوي حكايه ان احنا نقول الاجانب بيعملوا كذا، ده اللي في امريكا كذا، ده ممكن يكونوا بيعملوا شيء مناسب لمجتمعاتهم. احنا عايزين ناخد المناسب لينا ونترك غير المناسب لينا، ونهتم بتطوير الباقي بما يناسبنا، بحيث في النهايه هي نصل لاهدافنا، هو ان احنا نحصل على انسان المنتج النهائي هو انسان مصري متعلم تعليم عالي جدا. التعليم ده متناسق ومتوازي مع مفاهيمه، ومع ميوله، مع اهتماماته وقدراته ونقاط نبوغه. يعني لازم النبوغ ده نشوف هو هينبغ فين ويتم وضعه. ممكن واحد يحب الحساب، يبقى مش لازم يطلع طبيب، هو في الحساب رائع هيطلع عالم. فاحنا لازم ان احنا نهتم بتلك النقاط، اكتشاف الانسان المصري واكتشاف نبوغه ومواهبه وقدراته من خلال العمليه التعليميه ومن خلال تطويرها، بحيث نحصل على اهدافنا. انسان ناجح هينجح معاه المجتمع، هينجح معاه كل الوطن، هيرتفع بمستوى معيشه الانسان، ومصر هتبقى ان شاء الله حاجه تانية عندما تختلف منظومة التعليم في مصر لتعاصر الفكر المتطور والبالغ لأهدافه إن شاء الله. شكرا لكم، وسعدت بلقائكم ولاستماعكم. محدثتكم الصحفية هالة محمد عمر. بيتأخر عندهم، هنقول بيتأخر مش هنقول عقم، عايزين ننسى كلمة عقم خالص. رحلة التشخيص تبدأ بتحليل السائل المنوي للزوج، لأنه هو أسهل. كلما زاد سن الزوجة فرصة حدوث الحمل بتقل. بسمة أمل الجمعة في 2:15 مساء. الصحة والجمال لون جديد للحياة.